كيبدا الفيلم ديالنا بواحد الشخص اللي كان الاسم ديالو انخيل اللي كان خدام مسعف. وفي ديك الليله كانت وقعت واحد الحادثه ديال سير، وعيطوا ليه هو والزميل ديالو في العمل ريكاردو باش يحاولوا يسعفوا الناس اللي كانت وقعت لهم ديك الحادثه. وكان انخيل ديما كيحاول يسرق كاع الحاجات الثمينه اللي كتخص الناس اللي كانوا كيوقع لهم حوادث وكيبيعهم. ومن وراها كنشوفو انخيل رجع للدار ديالو، وكانت معاه صديقه ديالو اللي كان الاسم ديالها فاني، وكانت كتخدم في واحد المستشفيات بيطريه وديما كانت كدير مناوبات ليليه. هنا فاني كانت سولت انخيل واش دار واحد التحاليل اللي كانت ديجا عطاتهم ليها الطبيبه، وطلبت منه بانه يديرهم راجلها لانهم مده هذه هما كيحاولوا بانهم يولدوا. ولكن انخيل قال لها بانه ما عنده حتى شي مشكل وما غيديرش هذوك التحاليل. ولكن ملي شاف فاني انها تقلقات، في النهار الثاني مشى دار هذوك التحاليل، ولكن للاسف الطبيبه كتقول لي بان المشكل عنده هو، يعني عنده مشكل في الخصوبه. وقالت لي كاين حل وحيد انكم ديروا تلقيح اصطناعي، ولكن انخيل كيرفض. وحتى انه ما رضاش يعاود لفاني اشنو وقع ويقولها بان المشكل فيه، وقال لها بان الطبيبه قالت لي غير خصكم تبعوا الدواء وخصكم تحاولوا شحال من مره. وهنايا كنشوفوا انخيل عرض على فاني انهم يسافروا يبدلوا الجو، ولكن فاني كترفض وكتقول لي ميمكنش ليا نخلي الخدمه ديالي والقرايه ديالي، لان فاني كانت هذيك الايامات كتقرا الطب البيطري بالموازاه مع الخدمه ديالها. وهنا كنشوفوا قالت لي بان غتدخل دوش وخلاته. من وراها كيوصل واحد الميساج في التليفون ديالها، حتى كيدخل كيقلب ليه هاد الكونفرساسيون وكيلقاها كتدوي مع واحد الشخص اللي كاتب عليه الزميل ديالها في العمل وكان الاسم ديالو روبرتو. وفي واحد الليله كان انخيل خدام حتى عيطوا ليهم بان وقعت واحد الحادثه قريبه من المقر ديال العمل ديالهم، ومشى هو والصديق ديالو ريكاردو وهزوا واحد من المصابين وطلعوه معاهم في لومبيلونس. ولكن للاسف كان داك المصاب في حاله خطيره، وهما غاديين بسرعه حتى تقلبت بهم ديك السياره ديال الاسعاف وتعرضوا لواحد الحادث. وللاسف من ورا ديك الحادثه انخيل ولا مقعد، عكس صاحبو ريكاردو اللي موقع ليه والو، مجرد واحد الجروح واصابات بسيطه. وهنايا كنشوفوا انخيل ولا معتمد بزاف من ورا ديك الحادثه على فاني، اي انها ولات كدير ليه كلشي وكتقوم في بلاصتو باي حاجه. في واحد الليله وهي نازله للخدمه ديالها كانت كتعطي لانخيل الدواء ديالو بحال كل ليله، حتى كيصوني التليفون ديالها. هنايا كتجاوب وكتقول ليه بانها نازله. انخيل كيسولها كيقولها شكون اللي اتصل بك، كتقول ليه غير روبرتو صديق ديالي والزميل ديالي في العمل. وملي حسات بانخيل بحال بدا يشك فيها قالت ليه راه ما بيناتنا حتى شي حاجه غير صداقه عاديه، وهو غير كيعاوني الا ما حضرت شي محاضره كيكتبها ليا وصافي. هنا انخيل كنشوفو كان كيقلب في الانترنت بشي طريقه اللي يقدر يتجسس بها على التليفون ديال فاني، لانه بدا كيشك فيها. من وراها كنشوفو انخيل مشى باش يدير واحد الحصص ديال لوكيني ثيرابي، وبقى كيتعامل خايب مع ديك الممرضه اللي كانت كتساعده. من وراها رجع للدار ولقى صاحبو ريكاردو اللي حتى هو تعامل معاه خايب، وحملوا المسؤوليه ديال الحادث اللي وقع ليهم، وقال ليه بانه هو السبب باش ولا مقعد. وفي الاخير كيجري عليه من الدار. وفي الليل كنشوفو فاني كانت كتلبس وكتوجد راسها باش تمشي تحضر لواحد دروس خصوصيه. وهنا انخيل كيطلب منها بانها تبقى معاه هاد الليله وتقرا غير من الدار، ولكن هي كترفض وقالت لي خصني ضروري نمشي. من وراها طلب منها بانها تمشي لواحد سوبر ماركت قريب ليهم باش تجيب ليه شي حاجه. هو اكيد كان داير هادشي غير باش ياخد لها التليفون ويخدم فيه واحد التطبيق باش يبقى يراقبها ويتجسس عليها. وفعلا خدم داك التطبيق في التليفون ديالها، وهادشي كامل غير باش يراقبها ويراقب المحادثات ديالها. ومن وراها كتجي وقيته ديال الغدا وكتكون فاني كتوجد لانخيل الماكله. وهنا انخيل كيعاود ليها على الحصص اللي كيدير ديال الكينيثيرابي، وبان ديك الممرضه اللي كتساعدو قالت لي بانه غادي في تحسن وانه يقدر يولي يمشي على رجليه. ولكن هي كاع ما كتسوق ليه وكاع ما كتجاوبو. من وراها كيسولها انخيل كيقولها واش مقلقاك شي حاجه. وهنا كتقول لي بانها راه تعرض عليها بانها دير واحد الحصص اضافيه، اي تولي تدرب في واحد العياده بيطريه. وقالت لي بانها رفضات هذا العرض هذا لانها ما تقدرش تخلي الخدمه، وديك الخدمه هي اللي معيشاهم بجوج وكتصرف عليهم. انا انخل حس بها بحال بغات توصل لي بانه ولا متقل عليها وبانها هي اللي كتصرف وبان داك المصروف ما قادهمش. وبدا كيغوت عليها وقال لها بانه حتى هو لو كان بصحته وكانوا برجليه غيقدر يخدم وغيقدر يعول على راسو. وفي الليل كتكون فاني في الخدمه بحال كل ليله. هنا كيفيق انخل على واحد الحريق خايب في رجليه، وكان كيقلب على المسكن اللي موالف ديما كيشربو ولكن ما كيلقاش. وبقى كيقاوم حتى وصل لجيت الكوزينه وكيقلب في دوك الرفوف اللي كانوا تما، حتى لقى المسكن بان فاني مخبياه تما. شرب واحد الوحده وخبى ديك القرعه. في الصباح ملي جات فاني من الخدمه بدا كيلوم فيها وقال لها بانها نسات تجيب ليه المسكن وبان المسكن ما بقاش.
وبقى كيلوم فيها وكيقول لها بانها ما بقاش مهتمه بيه ومبقاش كديها فيه. هنا فاني قالت لي بان داك المسكن راه كاين غير في الكوزينه، وهي قالتها لي شحال من مره، ولكن هو كان خبى ديك القرعه باش ما تشوفهاش. وهادشي كامل غير باش يدير لها تأنيب الضمير ويبين لها بانها ولات هامله ومبقاش كديها فيه. في الصباح كنشوفوا انخيل خدا واحد القطعه ديال اللحم وعمرها كامل بواحد المسامر رقاق وحطها للكلب ديال جارو اللي كان كيبقى ينبح بالليل وما كيخليش ينعس. وبطبيعة الحال غير كياكلها وكيموت. هنا كيرجع للدار وكيكون كيتصنت على المحادثات ديال فاني، وكانت كتهضر مع واحد صاحبتها وكتشكى ليها منو على المعامله ديالو اللي كيتعامل معاها خايب، وقالت لها بانها مبقاش مستحمله ومبقاش قادة تصبر ليه. انخيل من ورا ما سمع ديك المحادثه اللي بينها وبين صاحبتها حاول انه يصلح العلاقه بيناتهم، ووجد لها واحد العشاء وشرى لها واحد الفستان وطلب منها بانها تلبسه، وفعلا لبساته وبقى كيهضر معاها واعتذر منها واعتذر من الاسلوب ديالو في هذه الاونه الاخيره، وقال لها بانه غيتبدل، وقال لها ما كرهش بانهم يعاودوا يمشيو يتابعوا عند الطبيب باش يحاولوا انهم يولدوا شي ولد. من وراها انخيل كيكون كيدوش وفاني كتكون هازه التليفون ديالها كتهضر فيه حتى كيوصلها واحد الميساج في التليفون ديالها، وفي نفس الوقت كتسمع ميساجات كيوصلوا في البيسي ديال انخيل. وملي مشات تشوف لقات نفس الميساجات اللي كيوصلوا لها في تليفونها كيوصلوا في البيسي عنده، كان مراقبها صوت وصوره. هنا فاني قبل ما يخرج هو من الدوش جمعت حوايجها ومشات، وغير خرج انخيل من الدوش عرفه بانها خلاته ومشات، وبانها عاقت بيه وعرفاته كيتجسس عليها. من وراها كيدوزوا واحد الشهور، انخيل كيحاول انه يقلب على الاخبار ديال فاني، حتى فجأة كيلقاها مع صاحبه ريكاردو وكانوا داخلين واحد المتجر كان مختص بالملابس ديال الدراري الصغار. هنا عرفها بانها حامله وعلى علاقه بصاحبه. وفي النهار تاني كيمشي انخيل عند فاني فين ساكنه وكيتلقى ليها وهي جايه من الخدمه، وكيحاول يعتذر منها ويستعطفها ويقول لها بانه ندمان وتسمح ليه على داكشي اللي دار ليها وبانها تستاهل واحد احسن منه، وكيواعدها بانها عمرها ما غتشوفه مره اخرى وكيسلم عليها وكيمشي. هنا فاني بقى فيها وطلبت منه بانها تتمشى معاه وتوصلوا حتى الباب ديال الدار ديالو، وفعلا مشات معاه. ومن وصلوا طلب منها بانها تطلع معاه للشقه وبانه رجم على كاع حويجات ديالها اللي باقين ومنهم حتى الباسبور ديالها اللي كانت خلاتو. وفعلا طلعت معاه، وهنا بدا كيسول فيها واش دارت شي علاقه جديده واش دغيا نساتو. وهنا كطلب منه فاني بانه يعطيها حاجتها باش تمشي، وقال لها بان الحوايج ديالها كاينين في بيت النعاس. وإن فوا دخلت البيت النعاس هو يدق لها واحد الحقنه منومه وربطها مع السرير، وكيشعل الموسيقى وكيجهد ليها الصوت باش ما يتسمعش غواتها ولا شي حاجه، وكيسد عليها بيت النعاس وكيمشي. من وراها كياخد لها التليفون ديالها وكيلقى ميساج جاي من عند ريكاردو صاحبه كيحاول انه يطمن عليها. هنا كيجاوب على اساس هو فاني وكيقول لي بانها غتفرق معاه وبانها غتنزل هذاك الطفل اللي بيناتهم، وكيلوح لها التليفون ديالها في البحر. هنا كيرجع للدار وكيحاول يقرب منها، ولكن هي كتبدا تغوت وكيعاود يسد لها فمها ويعاود يحقنها بنفس المنوم. شويه كيدق عليه الجار ديالو فيسنتي وكيقول لي بانه خصو ينقص من الموسيقى لانها مجهده بزاف. هنا انخيل كيجاوبو كيقول لي بانه استحمل الصوت ديال الكلب ديالو شهور هادي، وهو ما قادرش يستحمل صوت الموسيقى نهار واحد، وكيسد الباب. ولكن كيعاود يدق عليه فيسنتي وهاد المره كيسولو على فاني، كيقول ليه فين مشات. هنايا انخيل قال لي بانه شحال هادي ما شافها وتفارق معها شهور هادي، ولكن فيسنتي كيقول لي بانه غير مده هادي باش شافها طالعه هي ويا العماره. هنا انخيل كيقول لي بانها جات غير تاخد حوايجها اللي باقين ومشات. من وراها كدوز واحد الايامات، هنا كنشوفوا ريكاردو جا عند انخيل وبدا كيسولو على فاني وقال لي واش شفتيها واش جات عندك ولا صونات لك، ولكن انخيل كينكر وكيقول لي بانه ما شافهاش وما كيعرف عليها والو شهور هادي، وكيقول لي بانه عيان وخصو يمشي. من وراها هنا كنشوفوا فاني فاقت من داك المنوم اللي كان داير لها انخيل حتى كتلقاه قدامها. هنا فاني ما كتقدرش تحرك رجليها وكتقول لي اشنو درتي فيا. هنا انخيل كيقول لها هذا غير وضع مؤقت، وهنا كتحاول فاني تخرج ولكن كتلقى الباب مسدود. من وراها كيجيو بزاف ديال الميساجات لانخيل من ريكاردو كيسولو على فاني وكيقول لي واش باقي ما عرفتي عليها والو واش ما شفتيهاش، وبحال بدا كيشك فيه. وهنا قال لي بانه غيمشي يبلغ البوليس على الاختفاء ديال فاني. من وراها كيوجد لفاني العشاء وكيعطيها تاكل، ولكن هي كترفض. شويه كيبدا يقول لها الاسماء ديال ولادهم، قال لها الا ولدنا ولد غنسميه انخيل ولا كانت بنت غنخليك انت تختاري. هنايا فاني كتستغل الفرصه وكتاخد واحد القرعه كانت محطوطه وكتضربوا بها راسو ويلا غتهرب حتى كيشدها انخيل وكيدق لها تاني منوم وكيشل الحركه ديالها. شويه يبدا كيدق الباب كيكون هنا فيسنتي، وهنا قال لي بانه سمع تاني صوت الغوات وهاد المره متاكد بانها فاني وبغى يدخل يشوف لانه شاف الدم في راسو، وغير دخل بانت لي فاني مليوحه في الارض وما
رضاش تحرك، قال لي غنبلغ عليك وغنعيط دابا للبوليس. وقبل ما يكمل هضرته خدا انخيل واحد الموس كان حداه وبقى كيطعن فيه في سنتي حتى مات. من وراها عيط لواحد صاحبه وطلب منه بانه يساعده يتخلص من هذيك الجثه مقابل واحد المبلغ مالي. ومن وراها كيعرف بان ريكاردو اتصل بالبوليس وخبرهم على الاختفاء ديال فاني، وبانها اخر مره كانت صيفطت ليه رساله ومن تما مبقاش هضرت. هنا انخيل طاحت عليه فكره بانه يمشي عنده للدار ويقتلو بواحد السم دقوا ليه. ومن وراها شربوا بزاف ديال المخدرات ولا حداه بزاف ديال المخدرات باش البوليس ملي يجيو يلقاو الجثه ديالو يقولوا بانه مات بجرعه زائده. هنايا كنشوفوا واحد جوج ديال الضباط ديال البوليس جاو عن انخل الدار وبداو كيسولوه على فاني وعلى اخر مره شافها، وقال لهم هذا اسبوع باش جات عنده توادعت معاه وقالت لي بانها غتمشي لفرنسا. وفعلا تيقوا دوك جوج البوليس ومشاو. وفي الغرفه الاخرى كتكون باقه فاني اللي يلا بدات كتفيق من داك المخدر وطلبت من انخل انه يخليها تمشي لانها لبقات هكا غتموت هي والجنين اللي في كرشها. ولكن انخل قال لها بانها تقدر تبرك على الكرسي المتحرك وتخرج للصاله لانه وجد لها الماكله. وغير خرجت باش تاكل حتى بانت ليه بدا كيشري الحوايج ديال الدراري الصغار، وقال لها بانهم خصهم يبداو بصفحه جديده وطلب منها الزواج. من وراها كطلب منه بانها تمشي تدوش وفعلا كيخليها، وكتطلق الماء باش تسمع بحال راه كدوش، وكتاخد واحد الموس ديال الحلاقه وكتخزنو عندها. في الليل انخيل كيخرج للسوبر ماركت من بعد ما كيربط لها ايديها، ولكن هي بداك الموس اللي عندها قدرت انها تحل ايديها وتحل حتى الباب. ويلا غتخرج حتى كتفاجئ بانخيل في لاسانسور وبدات كتضارب ما هي وياه. شويه بداو كيزحفوا في الدروج وهي هربانه منه وكيحاول يشدها حتى كطعنوا بداك الموس اللي عندها وكيطيح من الفوق حتى لتحت. من وراها كنشوفوا انخيل في المستشفى من بعد ما ولا عاجز وما قادرش يتحرك ولا يهضر. كيجي عنده الطبيب وتيقول ليه لحسن الحظ بانك بقيتي عاج، وهذا الشيء بالفضل ديال الخطيبه ديالك اللي جابتك في الوقت المناسب. من وراها فاني كتقرب حدا ودني وكتقول ليه بان هي لهاد المره اللي غتعتني بيه وهي اللي غتقابله. وفعلا كنفهموا بان فاني هاد المره هي اللي ناويه انها دير فيه نفس داكشي اللي دار فيها وتنتقم منه.